يا صباح الخير عليكم، صباح الأمل والسعادة على كل مشاهدينا وعلى كل حبايبنا اللي بيشوفونا في كل مكان. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج شروق اليوم. يا رب شروق اليوم يكون مليان بالخير والأمل والسعادة على حضراتكم جميعا. النهارده إن شاء الله محضرين لحضراتكم معانا فقرات مختلفة ومتنوعة، وخلونا نبدأ بأولى فقراتنا. وأول فقرة معانا الحقيقة النهارده فقرة مهمة جدا جدا، ويمكن تكون من أهم وأقيم الفقرات اللي بعملها في حياتي. طيب ليه بقول الكلام ده؟ لأن الحقيقة فقرتنا دلوقتي بتخص وبتهم الأمة الإسلامية كلها. بعدنا قوي قوي عن ربنا، وبعدنا عن تعاليم الدين الإسلامي، وبنعيش فترة صعبة جدا جدا من حيث عدم التمسك بتعليم الدين الإسلامي لدى الأغلبية، وطبعا إلا من رحم ربي. واللي متمسك النهاردة بدينه قلة قليلة، واللي متمسك بدينه كالقابض على الجمر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث فيما معناه ان هيأتي زمان على أمة سيدنا محمد والقابض فيها أو المؤمن القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر. طيب ده طبعا سبب رئيسي من أسباب هلاك الأمة، وسبب رئيسي من أسباب انتشار الظلم والفساد وغياب العزة، بل من موجبات المذلة والعياذ بالله. طبعا دلوقتي كلنا شايفين الظروف اللي بنمر بيها، وشايفين حال الأمة والعجز اللي بنعاني منه بسبب ان اخواتنا طبعا بيتقتلوا، مش قادرين نعمل اي حاجة ومش قادرين ان احنا نحميهم، على الرغم من ان ربنا وعدنا بالنصر في كتابه العزيز. ولكن للنصر موجبات، وللنصر شروط، وللعزة شروط، وده موضوع فقرتنا النهارده. وطبعا كلنا عارفين ان شروط النصر هو الرجوع، ورجوع الأمة الإسلامية كلها عباد لله كما يجب أن يكون. وده موضوع فقرتنا النهارده، واللي هنعرفه مع ضيفنا الكريم اللي مشرفنا ومنورنا، فضيلة الشيخ علي المطيعي، والعالم من علماء الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بيكي وأهلا بمشاهديك الكرام. نورتنا بوجودك معانا. وطبعا زي ما حضرتك ما سمعت في الانترو، للأسف بعدنا كتير عن تعليم الدين الإسلامي، وبنعاني من ده، وبنعيش في زمن صعب. وطبعا زي ما قلنا ان شروط النصر هو ان احنا نرجع تاني عباد لله كما يجب ان يكون. فعايزين نعرف من حضرتك ازاي الأمة الإسلامية ترجع تاني لربنا، وازاي نرجع تاني عباد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. الحقيقة الموضوع موضوع كويس، وموضوع مطلوب، وموضوع محتاج أظن إلى عدة حلقات. لا أظن أن يكفيه زمن. موضوع أن كيف تعود الأمة إلى الله، ده سؤال يندرج تحتيه الإجابة. ما هي الأمة؟ الأمة تتكون من مجموعة من الأفراد، يعني شخصي الفقير وحضرتك والمشاهد الكريم والمشاهد الكريم وكل الأفراد المجتمع يشكلون الأمة. علشان تنصلح الأمة يبقى لازم تبدأ الأول من صلاح الأفراد. يبقى ينصلح حال الأفراد إزاي؟ بأن نأتي بالشرط اللي ربنا وضعهن، عشان حضرتك تكلمتي عن النصر وأسباب النصر والعجز وكده. الله سبحانه وتعالى قدم لنصره شرطا. هو ربنا قال إن تنصروا الله ينصركم. إن ده الشرط، والشرط يتبع المشروط من جهة العدم. يعني إيه؟ عشان المشاهد الشرط يتبع المشروط من جهة العدم. إذا انعدم الشرط انعدم المشروط. يعني ما نصرتيش الله، ربنا مش هينصرك. الوضوء شرط لصحة الصلاة، ما توضتيش مش الصلاة تبقى مش صحيحة. فإن عدم الشرط انعدم المشروط. يبقى على كل فرد فينا أن يكون محاسبا لنفسه في هذا الوقت. إيه علاقتي بالله سبحانه وتعالى؟ ما هو درجة إحساني مع الله سبحانه وتعالى؟ لأن الإحسان مع الله والصلة بالله تشمل جانبين الحقيقة. المعاملة مع الله سبحانه وتعالى، ثم المعاملة مع خلق الله.
فمش ممكن أكون أنا في معاملتي مع الله وأنا في حال وصل بي الأمة إن نقول يا أمة عودي إلى كتاب ربك. كلام كويس قوي. تعالي هاتي واحد من الأمة دي قولي له تعالى كتاب ربنا فيه قل هو الله أحد الله الصمد. هل تعلم ما معنى كلمة الصمد؟ مش هيعرف. ده أنت بتصلي كل يوم وتقول من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفس. عارف يعني إيه الكلام ده؟ ما يعرفش أصلا. فغياب الأمة عن كتاب، غياب كل فرد من أفراد الأمة عن كتاب ربها أولا، ناهيك بقى عن سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتلاقي كل فرد فينا لم يقم نصر الله داخله. أنا ما نصرتش الله بحفاظي على دين الله، فتلاقي الفرد منا يكذب، الفرد منا ينظر إلى محرمات الله سبحانه وتعالى، الفرد منا يغتاب. وللأسف دلوقتي المحرمات بقت منتشرة جدا وكأن بقى ده العادي. لا ده يعني عشان نوصل لمرحلة إن وصلنا إلى مرحلة إن إحنا بنناقش والعياذ بالله جواز التجربة، يعني وصل بينا أمور أمور خطيرة يعني بنتكلم حتى العودة إلى أبسط الأمور. كل واحد كده يراجع نفسه الأول في المعاملة مع الله. صلاتك إزاي؟ هل بتصلي كل وقت في وقته؟ هل بتقيم الليل؟ هل أورادك إيه؟ طيب واحد ده أنا بروح كل يوم وأصلي وبتاع، بس أرجع المكتب أو الشغل فأتكلم على زميلي وأتكلم على زميلتي، وأروح للمدير أقوم واشي بزميل أو بزميلة. ده سلوك. القضية مش قضية يبقى قضية بس الصلة بالله، لا، صلتك بالله كمان تكون من خلال خلق الله. انت مش راحم جارك، تأذي جارك، انت بترمي القذرات في الشارع. كل الامور دي هو ده الدين. الدين هو الحياة. اصلح حياتك اولا بدءا من بيتك. انت ربيت ابنك على ايه؟ حفظته قد ايه من كتاب الله؟ قبل ما انت تكون حريص على انه يتعلم الانجليش ويتعلم كويس، تعلمه، ولكن تعليم الدين هي المفروض اول حاجه ان احنا نهتم بيها طبعا. هل انت صلتك بوالديك ايه؟ واحد النهارده يكون عاقل والديه ويقول لك انا بدعي ربنا وربنا بيستجيب ليش، مش هيستجيب لك. واحد قاطع رحم، بدعي ربنا وما بيستجيبش، ربنا مش هيستجيب لك. لا يستجيب الله لقاطع رحم. وبعدين ايه؟ طيب انت ربيت اولادك على ايه؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. زي ما حضرتك قلت الموضوع ده محتاج حلقات فعلا عشان نتكلم عنه وهنا بقى بيأتي دور رجال الدين. فعايزة أعرف من حضرتك دور رجال الدين في رجوع المجتمع الإسلامي تاني ربنا، وعلشان نبدأ نزرع تعليم الدين الإسلامي وديننا في نفوس الأطفال والكبار وهكذا، عشان نتغير فعلا. طبعا المهمة علينا كعلماء للدين مهمة ثقيلة. أولا لأن لازم إحنا نبدأ بأنفسنا حتى نكون قدوة، وإن ضاعت القدوة فبالتالي لن يكون لعالم الدين تأثير أبدا على هذه الأمة. يبقى نبدأ بأنفسنا، ثم إن ندعو أيضا الناس إن هم يلتفوا حول رجال الدين، يلتفوا حول علماء الدين. يعني أنا أقول لحضرتك أبسط حاجة. المساجد في مفروض بين المغرب والعشاء مثلا على سبيل كل يوم درس. تلاقي مثلا اللي صلى في المسجد مثلا وليكن 50، والإمام قاعد عشان يدي درس مثلا في السيرة أو في التفسير أو في الحديث، مش قدامه 5. ده أمر واقع لازم نناقشه.
أيها الناس جميعا عودوا إلى كتاب ربكم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله سبحانه وتعالى هو دين الله المتمثل في تعاليم الله التي أتتنا من كتاب وسنة نبوية مشرفة. طيب نعرف ازاي بقى ان احنا ماشيين على الطريق الصحيح؟ كويس خالص، هو سؤال حلو قوي. نعرف لو أننا شعور كل واحد منا أن حياته لا تساوي شيء، وأن الآخرة خير له من الأولى. لأن حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ستتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة عدد يومئذ يا رسول الله؟ سيدنا النبي قال إيه صلى الله عليه وسلم؟ لا بل كثير ولكن كغثاء السيل. ينزع الله المهابة منكم من قلوب أعدائكم ويضرب في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. شوفي في الشريف للأسف الراضي، ده اللي بنعيشه دلوقتي. الشريف الراضي زمان له كده، هقول بعض الأبيات من قصيدته، وهو بيتحدث عن العصر ازدهار الدولة الإسلامية. بيقول أما كنت مع الحي صباحا حين ولينا وقد صاح بنا المجد إلى أين إلى أين، ترى كل غلام همه أن يرد الحين، يعني كل غلام منا همه أنه يموت في سبيل الله. ترى زمجرة الآساد همسا بين غابينا، ملكنا مقطع الرزق فأفقرنا وأغنينا، وحزنا طاعة الدهر فأغضبنا وأرضينا، إذا ما ثوب الداعي إلى الموت تداعينا. فلما يكون حب الدنيا عندنا اتنزع من قلوبنا وبقيناش حريصين عليها، وربنا سبحانه وتعالى قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إذا شعر كل واحد منا أن الآخرة هي خير له من الأولى، في الحالة دي نبدأ نقول إحنا بدأنا ندخل في الطريق الصحيح. محتاجين وقت قد إيه علشان نوصل لده؟ محتاجين نبدأ من الآن، بس قد إيه دي؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لما جه سيدنا موسى وعبر ببني إسرائيل البحر وغرق آل فرعون، كان وقتها فيهم شيء من الإيمان وعندهم جزء إيماني بالله. وبعدها راحوا قالوا له لا احنا عايزين تعمل لنا إله وتعمل لنا صنم زي ما ليهم إيه آلهة. ربنا سبحانه وتعالى وضعهم في تيه. التيه ده قد إيه؟ 40 سنة يا الله، علشان ينزاح الجيل ده ويجي جيل تاني. فلعل الله سبحانه وتعالى يخرج من أصلابنا جيلا يحمل هم هذه الأمة إن شاء الله. اللهم آمين يا رب. طيب هل هذا التصنيف موجود وهو وجود أمة بأكملها ظالمة؟ وجود أمة ظالمة ربنا حكى لنا ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. عاد كانت أمة كاملة. ثمود وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، ويعني قوم لوط كانت أمة ظالمة، أمة كلها ظالمة دي موجودة. ثم إن إفساد المفسدين في هذا الوقت هذا وعد الله سبحانه وتعالى لهم بأن لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. فهذا إفساد ربنا سبحانه وتعالى وعدهم به اختبارا لنا. أيوة. ولذلك قال فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. طب أول مرة كان إيه؟ فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. على الأمة أن يتحقق كل واحد منا أن يحقق مقام العبودية الأول. بالظبط. نحقق مقام العبودية حتى نستحق التكريم، لأن أن نكون عبادا لله هذا تكريم، أن نكون عبادا لله على حق، حتى إذا ما طلبنا من الله سبحانه وتعالى أن ننصر الله نصرنا الله.
في عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما خالف الصحابة أمر رسول الله اللي هو أمر الله سبحانه وتعالى، يا رماه إذا لقيتونا بننهزم تثبتوا، لقيتونا بننتصر تثبتوا، ولكن نزلوا إلى الدنيا من أجل أن يجمعوا الغنائم فانهزموا، وهم في وسطهم مين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو كانوا انتصروا مع أنهم خلاص هم انتصروا في أول الأمر فعلا كان هيبقى كلام سيدنا النبي بلا قيمة. لكن القيمة أن تنصروا الله، أن تعملوا بتعاليم الله وتعاليم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينصركم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، كانوا كتير لكن حصل إيه؟ حصل في الأول هزيمة. ليه؟ لأنهم نظروا إلى السبب دون أن يعلقوا أمرهم بالمسبب. المسبب هو الله، فيكون الصلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى في الأصل أن تكون قوية وأن تكون ثابت على أرض صلبة من الإيمان ومن الرسوخ الإيماني، وينير الله سبحانه وتعالى قلوبنا بنوره حتى ننتصر إن شاء الله تبارك وتعالى. وأعلموا وأبشر هذه الأمة إن شاء الله ألا إن نصر الله قريب. ده المهم، اللهم امين يا رب العالمين. ان شاء الله ربنا يرزقنا كده بالنصر في القريب العاجل باذن الله اللي ربنا وعدنا بيه، ونقدر نتغير فعليا وكل واحد يغير من نفسه. واحنا ملاحظين الايام دي ان ناس كتير قوي اتغيرت، وده حقيقي. الاحداث اللي حاصله النهارده غيرت ناس كتير، واحنا ملاحظين ده بدايه بقى من شبابنا والاهتمام بالقضيه، وزي ما حضرتك شايف التفاعل الكبير جدا، وكلنا نفسنا نروح. انا كست وانا بقول نفسي انا اشيل سلاح واروح احارب، وده حقيقي. هو بس قبل ما نحمل سلاح ونروح نحارب، احنا نبدأ بس نشوف ايه اللي احنا كنا فيه ماشيين بيه بشكل احنا كشباب، يعني الشباب مننا من ولادنا والنساء عندنا، احنا ماشيين مع ربنا بشكل عشوائي. زي ما قلت حضرتك في البداية، محتاجين احنا نرجع لربنا ولكتابنا ولتعليم الدين الإسلامي أولا. نصحح، نستقيم. قل آمنت بالله ثم استقم. بشكر حضرتك جدا فضيلة الشيخ علي المطيعي، العالم من علماء الأزهر الشريف. شكرا لمعلومات حضرتك القيمة، ونورتنا وشرفتنا، وإن شاء الله يبقى فيه لقاءات متعددة بينا فيما بعد. شكرا جزيلا يا فندم. مشاهدينا لسه مكملين معاكم فقراتنا من شروق اليوم، نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم باقي فقراتنا. تابعونا. أهلا بيكم مرة تانية بعد الفاصل. الحقيقة اتكلمنا كتير جدا عن إتاحة فرص عمل من شركة لاستر من خلال برنامجنا شروق اليوم، شركة لاستر العالمية، وقد إيه اتكلمنا عن إن شركة لاستر فاتحة أبوابها لستات بيوت كتير جدا نفسهم يحققوا نجاح وأرباح من غير ما ينزلوا من بيتهم. والحقيقة احنا معانا النهاردة نماذج ناجحة ومشرفة خدوا الخطوة وبالفعل اشتغلوا في شركة لاستر تحت قيادة الأستاذة دعاء رمضان، وكيل دولي بشركة لاستر بالدول العربية، وهم معانا النهاردة عشان يكلمونا عن مشوارهم في شركة لاستر وعن نجاحاتهم وإنجازاتهم، وينقلوا لحضراتكم تجاربهم في شركة لاستر. خلونا نرحب بضيوفنا الكرام اللي مشرفينا ومنورينا، الأستاذة دعاء رمضان وكيل دولي بشركة لاستر بالدول العربية، ودكتور نهاد عبده موزع معتمد لشركة لاستر بكفر الشيخ والقاهرة والجيزة، أستاذة حنان حمدي موزع معتمد لشركة لاستر بمحافظة القاهرة والجيزة. أهلا بيكم، نورتوني بوجودكم معايا النهاردة في شروق اليوم. طيب خلوني أبدأ بأستاذة دعاء، والحقيقة أنا بحييكي على تشجيعك وعلى دعمك للموزعات بتوعك بدليل أنهم موجودين معانا النهاردة. وخلينا نبدأ كده اخترتي الموزعات اللي معاكي النهاردة بناء على إيه؟ اولا انا بشكرك يا استاذه شروق على دعمك الدايم ليا وتشجيعك، ان انت يعني على طول بتشجعيني بكلامك الحلو المميز ده. ثانيا انا اصلا بختارهم بناء عن شطارتهم واجتهادهم وقد ايه هم فعلا في التسويق شاطرين، حتى لو مثلا حصل اي حاجه توقف شويه برضو هم مكملين، عندهم طموح عايزين يوصلوا. مش حكايه بقى ان هم يوصلوا بقى يعني يبقوا حتى ولو حاجه يعني معروفه والكلام ده، قصدي ان هم يوصلوا للنقطه اللي هم عايزين يحققوها، لاهدافهم يعني. اهدافهم ايا كانت بقى اهدافهم ايه؟
حقيقه. فما شاء الله عليها الدكتوره نهاد من اول يوم اشتغلت فيه اشتغلت بمبلغ بسيط جدا، ما شاء الله كبرته ومشيت واحده واحده. كل حاجه بتسالني فيها بتعملها بالظبط زي ما انا ما بقول لها، وبنقعد نتشاور وبناخد الاراء، وساعات انا باخد رايها في حاجات. بس هي بصراحه بتنفذ اللي مطلوب منها تمام، وما شاء الله في وقت قصير بقت موزع معتمد ان شاء الله. وان شاء الله للعالميه باذن الله. باذن الله. الاستاذه حنان حد كده مبدع، حد يعني بيحب الشغل بجد، حد يعني ما شاء الله عليها عندها افكار، عندها فكره جميله بتطلع منها يعني حاجه للمنتجات جديده. فعايزه اقول لك هي بتحب الشغلانه دي، فعشان كده هي بتبدع فيها بالزبط. فانا اخترتهم بناء عن كفاءتهم. وانا عايزه اقول لك ان فعلا اي حد بيحب الحاجه اللي بيعملها ما شاء الله بيبدع فيها وما باين عليهم. طب خليني انتقل ليهم بقى وخلينا نبدا بدكتور نهاد. طبعا انا عارفه ان انتم ما شاء الله محققين نجاح كبير زي ما استاذه دعاء ما قالت في شركه لاستر، وصلتوا لمرحله كويسه جدا جدا بدليل انكم معانا النهارده. فعايزاكي بقى نرجع لورا شويه كده وقولي لي بدات ازاي في شركه لاستر. اولا بشكرك يا استاذه شروق ان انت اتحت لنا الفرصه ان احنا نوصل رساله لناس قاعده في بيوتها، لان احنا كنا في يوم من الايام قاعدين في بيوتنا ما كناش نتخيل ابدا ان احنا نوصل للمرحله اللي احنا وصلنا لها دي. بدات سالت على مبيد للنمل والصراصير، كنت حرفيا هنقل من شقتي بسبب النمل والصراصير. الحمد لله اما جربت لقيت الدنيا تمام جدا، فبرضه ما حطيتش في دماغي. بدات منظف الارضيات، وكان سبب التحول شامبو المفروشات. نظفته تمام وعادي اللي هو النظافه العاديه. نمت قمت انبهرت بالنتيجه طبعا لما نشف شويه. عملت البيج وقلت بسم الله هبدا بقى اروج لمنتجات انا جربتها وشفت نتيجتها الفعليه ايه. حاجه بقى انا واثقه فيها، يعني انا اتكلم بقلب جامد، مش مجرد ان انا حاجه ببيعها وخلاص. يعني زي ما تقولي ذاكرت كل منتج، طريقه استعماله ايه ممكن العقبات اللي هتواجهني، طب لو حاجه فيها كذا هل هتمشي معاها ولا لا. حبيت الموضوع جدا وحبيت ادرسه صح عشان لما اقدم منتج لاي عميل يبقى عارف هو المنتج ده بيستعمل ازاي ويحصل على افضل نتيجه بالنسبه له. حلو قوي. انا شايفه ان ده سبب من اسباب نجاحك في البدايه طبعا، لان ان انت تدرسي الحاجه اللي انت بتصدريها للناس ايا كانت ايه، فده بيساعدك قوي على انك وتحبيها وتحبي تشتغلي فيها. مش مجرد حاجه هبيعها تجيب لي فلوس. نحب الحاجه فعلا يعني هنبدع فيها. طيب ننتقل لاستاذه حنان، كلميني بقى في البدايه بدات ازاي في شركه لاستر. هو الموضوع كان بالصدفه البحته. الفكره انا ربة منزل، وطبعا الوقت كله ضيع في اليوتيوب وفيديوهات وكده، فبالصدفه جالي فيديو مدام مروه مع الاعلاميه منى العراقي. ايوه. وعجبني الفكره، عجبني اسلوبهم ده، بلس ان انا اصلا يعني نفسي اشتغل وحابه الشغل، فسيستم نفسه الشركه، فابتديت ابحث واشوف نفسه الشركه نفسها عامله ازاي وكده. لقيت نفسي لا انا عايزه ابقى معاهم. الناس دي ما شاء الله شغاله كويس ومنتجات ما شاء الله كويسه. فابتديت ابحث بقى لحد ما وصلت للاستاذه دعاء وابتديت اتعامل بقى معاها بالوكيله بقى اللي هي المختصه طبعا بالمكان بتاعك او المحافظه بتاعتك. بالظبط. اوكي. طيب كلموني شويه عن التسويق. طبعا انك تبداي لسه في حاجه جديده، ناس كتير قوي بتقلق من فكره التسويق وازاي اوصل المنتج للعملاء، طب هل هيمشي معايا حلو ولا لا. عايزين برضو نتكلم في النقطه دي عشان ده بيسبب مخاوف لناس كتيره جدا خايفه انها تاخد الخطوه دي. خلينا نبدا برضو بدكتور نهاد، كلميني شويه عن التسويق معاكي، بداتي ازاي في التسويق، وعايزين برضو نتكلم عن دعم الاستاذ دعاء ليكوا في التسويق، ازاي بتساعدكم في ده. هو انا ممكن يكون وضعي مختلف شويه لان انا صيدلانيه، عندي صيدليه. اشتغلت الاول على العيله والقرايب، انا يا جماعه جربت منتجات ايه رايكم تجربوها، بداوا ياخدوها. بدات اعرض بعض المنتجات اللي انا جربتها واثقه خلاص بقى في نتيجتها، بدات اعرضها عندي في الصيدليه. لقيت الحمد لله اللي بياخد عبوه بيبدا يرشح غيره، فمن هنا بدات لا يبقى نكمل جو اون وانا قلبي مطمن، والحمد لله الحمد لله لقيت الموضوع بيكبر معايا بسرعه. بالظبط زي ما انت جربتيه وعجبك وحبيتي تنقليه للناس، كل حد بيجربه وبيعجبه بيبدا ده اللي احنا بنقوله، كنت بقوله انا واستاذ دعاء في حلقات سابقه، الشجره بتكبر والناس بتنصح نفسها بالمنتج، فبالتالي أكيد بيكون المرجع ليكي انت في الاخر، صح كده؟ طيب بالنسبه بدات بقى توسع شويه. اللي شجعني في موضوع الاونلاين هي مدام دعاء بصراحه.
لا اعملي بيج واعملي جروب، وفضلت معايا خطوه بخطوه. ايه بقى لك يومين ما بتعرضيش، نزلي اعلانات. فعارفه اللي هي متابعه، مش مجرد ان ايه خلاص دي حد موزعه بتاخد منها وخلاص. انت بقى لك فتره مثلا مش بتسحبي في حاجه، لا طب زودي اعلانات كذا واعرضي في كذا، تبدا تجيب لي يعني الاكونت خبراتها طبعا. جدا جدا بصراحه. لا يعني انا اشهد لها يعني ليها فضل كبير بعد ربنا طبعا، ان هي خلت دكتوره نهاد ليها اسم في مملكه لاستر. حلو قوي. طيب بالنسبه للاستاذه حنان، كلمينا برضو عن تجربتك في التسويق، لان الموضوع ده مهم جدا جدا، هو اصلا بيقوم عليه الشغل كله طبعا. هو فعلا مدام دعاء كان ليها فضل كبير في موضوع التسويق ده، لاني انا كان عاجبني لاستر، عاجبني سيستم الشغل نفسه، لكن فكره التسويق كله بصراحه من خلالها. اما ابتديت اتابع حتى قبل ما اوصل لها، كنت بتابع القناه بتاعتها، كنت بتابع الفيديوهات بتاعتها. تقريبا شبه ان انا يعني خدت فكره عن الموضوع. بس ازاي بقى ده لما وصلت لها وتعاملت معاها وكلمتها وشفتها فعلا وتمت المقابله بينا، ابتدت برضو تساعدنا ان تنشئي صفحه. وابتدى بالنسبه لي التسويق بقى متعه، لان التسويق انا بالنسبه لي مختلف شويه، لاني ابتديت اونلاين. انا زي ما قلت لك انا حابه نظام المحتوى، ان انا اصنع محتوى بنفسي، حابه ان انا اخد التجربه بنفسي. فاشتريت المنتج وابتديت اتعامل معاه، ابتديت ان انا اقوم بالتجربه نفسها، وعجبني فعلا المنتج وكفاءته. مع طبعا ما شاء الله ما شاء الله كل حاجه. ايوه مدام دعاء انا عملت كذا، لا ده صح ده غلط، وابتديت. بس ما شاء الله ده سبب النجاح اللي انتوا فيه النهارده، سبب النجاح برضو اللي هي بتوصل له يعني. حقيقه لا وما شاء الله كمان هي فكره ان هي ممكن تعمل لنا معارض نعرض فيها المنتجات. الفكره الثانيه كان ممكن كمان بتدخلنا ايفنتات، ان احنا ندرس حاجات كتيره في فكره التسويق نفسها، بتحاضر هي في موضوع التسويق ده، نيجي نستفاد منه. الحمد لله. طيب خلوني ارجع لاستاذه دعاء. طبعا بمناسبه التسويق بقى وما شاء الله، يعني انا برضو بحييكي المره الثانيه على انك واقفه معاهم في عمليه الشغل والتسويق وازاي يبيعوا ويشتروا. دي حاجه مهمه جدا جدا طبعا، واللي احنا برضو بنوجه رساله للساده المشاهدين، اللي هو لما هيلتحقوا بالشغل معاكي مش بس هيبداوا معاكي وخلاص على كده، لا انت هتبقي معاهم خطوه بخطوه. طيب بمناسبه بقى التسويق، كلميني شويه عن التسويق الدولي. بداتوا في التسويق الدولي ولا لسه؟ احنا بدانا بالفعل، لان احنا كده عندنا جروبات، وطبعا عندنا بنبحث عن الجروبات اللي مثلا في الامارات، في السعوديه. احنا دلوقتي عندنا مقرين زي ما انت عارفه يا استاذه شروق. فاحنا بنتجه للجروبات بتاعه الامارات والسعوديه، وندخل ونشترك ونعمل اعلانات. حلو. ونبتدي بقى ان احنا لو حد، وهو بالفعل على فكره في طلبات بتجيلنا من الامارات ومن السعوديه. بالفعل في ناس بتسال عن المنتجات ده، دلوقتي بقت كل الدول بتسال عن المنتجات لما عرفت ان احنا بقى لينا مقرات في الامارات والسعوديه. لو خلاص بقى لا طب اشمعنى الدوله بتاعتنا ما تيجوا عندنا احنا كمان؟ تلاقي دول تانية فعلا بتبعت، طب احنا هتيجوا عندنا امتى؟ عن قريب ان شاء الله. فما شاء الله احنا ابتدينا فعلا نسوق ونعمل قاعدة عملاء وقاعدة موزعات جديدة دولية. طبعا احنا شغالين دلوقتي دولي بالموزعات المعتمدات المصريين اللي بقوا دوليين. لسه بقى ان شاء الله بنعمل قاعدة موزعات جديدة دولية في الامارات والسعودية. ان شاء الله ربنا يوفقكم ان شاء الله، مزيد من النجاح كده والتألق. خلينا ننتقل لأستاذة حنان. قولي لي، لو اي ست بيت قاعده بتتفرج علينا دلوقتي ونفسها انها تاخد الخطوه اللي حضرتك خدتيها بس متردده، تقولي لها ايه؟ لا ما تترديش نهائي. الشغل مع لاستر ممتع، الشغل مع لاستر هيديكي احساس بالاستقلال، هتحسي ان انت مستقله، هتحسي ان انت مبدعه فعلا. ده بلس ان المنتج يشرف، فهتلاقي نفسك يعني عايزه تشتغلي. تمام. يعني زي ما حضرتك ما قلتي، المنتج يشرف، المنتج قوي ومفعوله حلو جدا وكفاءته عاليه جدا. المنتج عامل اسم من غير حاجه. يعني انا عشان اشتغل في لاستر، طب انا الناس هتشتري مني هكسب هخسر. انت بتشتغلي في حاجه معروفه، براند. طب خلاص ده براند. مفيش بيت تقريبا ما سمعش عن لاستر. فهو حاجه خلاص هو اسمها ثابت. شركه لاستر. لا مفيش خساره، مش هتخسري حاجه، مفيش خساره مع لاستر، مش هتخسري حاجه، والارباح ده المكسب بالظبط. فعلا من الحاجات اللي تطمن جدا. انا لو حد مقبل على مشروع، دايما اي حد مقبل على مشروع في البدايه بيبقى خايف من فكره الخساره. ففكره ان مفيش خساره مع لاستر، فده سبب كافي جدا يخلي اي حد عايز انه ياخد الخطوه ومتردد، لا مفيش اي مخاوف خالص، لان انت مش هتخسر اي حاجه. يعني لو ما كسبتش مش هتخسر، ولكن المكسب مضمون. لا وميزه لاستر ان ممكن براس مال قليل تقدري تبتدي فيه مشروعك.
حقيقي. تمام. طيب استاذه دعاء، بالنسبه ل طبعا عدد الموزعات وهكذا، حابه تكتفي بعدد محدود للموزعات ولا بتفضلي انك ما شاء الله تكبري اكتر واكتر من الموزعات اللي معاكي؟ لا، هقول لحضرتك هو لازم ان احنا طول ما احنا شغالين نسعى ان احنا ندخل موزعات اكتر، لانه في ناس ممكن يحصل لها ظرف، يحصل دروب في حاجه، يكون في مثلا مش هتشتغل دلوقتي، هتوقف، هيحصل ظروف كده، فيبقى لازم عندي استوك كبير من الموزعات يغطي المبيعات وان انا اقدر احفزهم واعمل لهم الايفنتات اللي تشجعهم ان هم يشتغلوا. لو بقوا مثلا من ال 500 بقوا 300 اللي شغالين وال 200 نايمين، هشتغل على ال 200 النايمين، اشتغلوا ما اشتغلوش انا كده كده قايمه بال 300. فما فيش حاجه اسمها ان انا اوقف الا لما الشركه توقف وتقول خلاص احنا نكتفي بعدد الموزعات كده وهنقفل باب التوزيع. واكيد في لحظه من اللحظات هتقفل، بس مش دلوقتي. يعني ممكن تقفل داخل مصر وتقول لك انا فاتحه لخارج مصر. يعني طبيعي ان اي حد ساعتها هيقول لك انا اكتفي. طب احنا بقى بنقول للساده المشاهدين نلحق بقى قبل ايه؟ تمام. دي نصيحتي اللي انا بنصحها للناس يعني. دايما. لو حضرتك تلاحظي ان انا في كل مره بقول يا جماعه يعني انتهزوا فرصه ان لاستر لسه فاتحه باب التوزيع داخل مصر، لانه اكيد طالما فتحت في الدول العربيه فهي هتكون محتاجه في الدول العربيه. فخلاص احنا عملنا اكتفاء ذاتي في مصر. يعني شايفه كده انه يعني بسم الله ما شاء الله مفيش بيت ما يعرفش لاستر. ربنا يزيده ويبارك. ما شاء الله لاستر فعلا زي ما انت قلتي هو علامه مميزه، ماركه مميزه، احنا بقينا عالميين، فخلاص احنا ما بقيناش عايزين نعمل اعلانات كتير عشان الناس تعرفنا، خلاص احنا بقينا معروفين ان شاء الله. يعني انتهزوا الفرصه. ايوه بالظبط كده، اللي احنا بقى بنقول للساده المشاهدين دلوقتي، واي ست بيت قاعده بتتفرج علينا دلوقتي، خلاص لو في اي مخاوف من اي خساره زي ما قلنا، ما فيش خسائر خالص في لاستر، في مكسب وبس. وبرده في وقت معين ومش هتلاقوا الفرصه دي اللي احنا بنتاحها لحضراتكم دلوقتي، فنلحق بقى زي ما قلنا وايه ونبدا نلتحق ونبقى فريق الموزعات. هتتعلمي بكل سهوله. ودايما بقول لكم انه مفيش مرتبات. دايما انا واستاذه شروق بننوه للحكايه دي، وبرده حضراتكم بتصروا وبتكلموني وتسالوني احنا هناخد مرتب كام، فانا بقول لحضراتكم ان انتوا بمجهود بسيط خالص هتاخدوا فرق الجمله من القطاعي، كله اونلاين من على الفيسبوك من على السوشيال ميديا. بعلمك ازاي تنزلي الاعلان، ازاي تحطي تعملي جروب، ازاي تنزلي الاعلان جوه جروبك وجروبات المحافظه اللي انت مشتركه فيها. بعرفك كل حاجه، كل حاجه بتبقى بكل سلاسه وكل سهوله من الموبايل وانت قاعده في 5 دقائق. فانا بقول لحضرتك هتاخدي فرق الجمله من القطاعي، مفيش مرتبات. يعني مفيش مرتبات. احنا بنأكد ان مفيش مرتبات. وعايزه اكد على كلامك ان اغلب شغل التسويق في كل المجالات مش بس في لاستر بيبقى مفهوش مرتبات، بيبقى كله قايم على الشغل والعمولات وفرق برضو الجمله من القطاعي وكل الكلام ده. وعايزه اقول لكم على حاجه، بسم الله ما شاء الله شغل التسويق حلو جدا جدا وما شاء الله بيدخل وبيحقق ارباح عاليه جدا، خصوصا لو كان براند مسمع، يعني اسم بقاله اكتر من 10 سنين راسخ في السوق، مرخص، حصل على الايزو، مصنوع بتقنيه النانو تكنولوجي، عالمي. فحضرتك محتاجه اكتر من كده ايه عشان تستني اكتر من كده وما تشتغليش في لاستر. انا نصيحتي لكل ست بيت ان هي تتوجه بسرعه ان هي تكلم اي حد شغال في لاستر جنبها. مش بقول مش بعمل اعلانات لنفسي، بس الحقيقه قبل ما باب الموزعات يتقفل بس. كمان زي ما قلنا ان منتجات لاستر ما شاء الله مسوقه نفسها، ومنتجات قويه جدا جدا وفعاليات قويه جدا جدا، واحنا شفنا ده والساده المشاهدين شافوا ده في حلقات سابقه لينا كتير. انا واستاذه دعاء كنا بنعمل شغل على ارض الواقع قدام حضراتكم، سواء بقى مزيل البقع، منظف المفروشات، منظف الحمامات، وشلنا الصدى قدام حضراتكم. فالحقيقه يعني مش محتاجين بقى اكتر من كده، يعني علشان ايه الفرصه دي تستغلوها فعلا ايه بشكل صحيح. ضيوفي انا بشكركم جدا، استاذ دعاء بشكرك جدا جدا على وجودك معايا النهارده، وبجد بشكرك تاني على وجود النماذج المشرفه اللي شرفونا النهارده في شروق اليوم. شكرا جزيلا ليكي استاذه حنان ودكتور نهاد، انا بشكرك جدا على وجودكم معايا، واتمنى لكم مزيد من النجاح والتالق.
وان شاء الله بقى تقولي المره الجايه ايه في بوزيشن لا نكبر ان شاء الله طول ما وكلاء دوليين إن شاء طول ما الله. بنت لاستر بإذن الله. معانا على طول دايما بتحفز الله. ويلا وتعمل لنا بوش كده ان شاء الله. ان شاء واحنا الله اوريدي يعني تحت ايدينا حاجة برضو كبيرة. ناس تانية يعني موزعين صغيرين ابتدينا هي يعني. ما شاء الله يا سلسله كبيره جدا بقى ايوه لا في حصر ليها يعني انا في تحتي موزعات تانيين في كفر الشيخ وفي القاهره. ربنا وفي يزيد بنحاول ويبارك ان يا احنا رب برضو نوفر على الناس التوصيلات. يعني المندوب مثلا من اكتوبر لاي مكان طبعا كتير، فنوفر على قد ما نقدر. اشكركم جدا جدا واتمنى لكم مزيد من النجاح والتوفيق ان شاء الله. ميرسي. شكرا ليكم. شكرا. مشاهدينا لسه مكملين معاكم فقراتنا من شروق اليوم، هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم باقي فقراتنا، تابعونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم فقراتنا من شروق اليوم، ونيجي بقى لفقره المطبخ من شروق اليوم، والفقره اللي ثابته معانا دايما واللي كلنا بنحبها جدا جدا ومنورانا الشيف الجميله اللي منوره برنامج شروق اليوم على طول، عزه الخليفه. وتعالوا نشوف هي محضره لنا ايه النهارده. ازيك يا شيف؟ الحمد لله. ازيك يا شروق؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله يا حبيبتي. اخبارك ايه؟ الحمد لله. طبعا احنا معودين الساده المشاهدين على اننا هنا على طول في مطبخ فيها حاجه حلوه، ان انت اسم الشغل بتاعك ومطبخك فيها حاجه حلوه. بتعملي لنا على طول حلويات بقى وكيكات وايه وحاجات كده كله حلو. النهارده الوضع مختلف، هنعمل حادق صح كده؟ قولي لي بقى محضره لنا ايه؟ احنا النهارده بقى هنكسر القاعده شويه وهنرجع تاني للحلويات اكيد. ماشي، ما نقدرش نستغنى. أيوة. هنعمل مكرونه بالوايت صوص والمشروم. حلو تمام، ده الاساس. واللي جنبها بقى ممكن يكون لحمه ستيك عادي او فراخ. انا من عشاق الطبق ده، بس فانا هبقى الطبق ده مستمتعه هعمله لك. بفقرتنا النهارده. يلا بينا نبدا. ماشي. اول حاجه هنسلق المكرونه علشان ايه تلحق تتسلق. اوكي. هنحط الملح بتاعنا. ونسيبها بقى كده براحتنا. ممكن تحطي نقطة زيت عادي وممكن ما تحطيش. احنا العادات بتاعتنا بنحط احنا الزيت. بنحط، بس هو في كده وصفات معينة ما ينفعش نحط فيها زيت لسبب بيقولوا بتعمل مادة بتغلف المكرونايه فمش بتمتص ايه الصوص، صح كده؟ بالظبط. النشا بتاعها. فهو اصلا يعني المفروض اي دوله اوروبيه او كده او بره ما بيحطوش اي زيت. احنا ستات البيوت لازم احنا لازم نعملها ونحط بالطريقه المصريه. انا ما اقدرش ما احطش الزيت على فكره. ايوه. عايزين بقى دلوقتي نعمل ايه؟ اللحمه بتاعتنا هنعملها بطريقه بسيطه جدا انها ما تاخدش اي وقت. يهف عليك الطبق تعمليه على طول. احنا اول حاجه هنتبل اللحمه بتاعتنا، هنحط فلفل. اوكي تمام. وملح. خلاص كده تمام. وتوزعيه. طبعا انت لازم تتاكدي ان اللحمه بتاعتك تكون ناشفه تماما من الميه. تمام. وهعرفك ازاي دلوقتي انك انت تتاكدي من الموضوع ده. ليه الميه بتعمل ايه؟ بتمنع امتصاص اللحمه للتوابل ولا ايه بقى؟ لا، علشان لما تيجي تديها الصدمه ما تكونش فيها ميه وتنزل ميتها. لازم تكون ناشفه، ولازم تكون كمان الطاسه سخنه جدا. يعني انا معلقه عليها دلوقتي عشان تعمل بالظبط. بص انا كنت هعمل قطعتين بس هنزود قطعه كمان عشان انا متاكده انها هتطلع حلوه. خلاص كده تمام. بصي بقى دي لازم نتاكد ان الطاسه بتاعتنا سخنه جدا. ماشي. ممكن تحط نقطه زيت. اوكي. بعد كده تحطي. ايوه سمعتي كده؟ تمام. سمعتي الطشه دي لازم تسمعيها. على حسب بقى انت عايزه تسويها ايه. عايزه ميديوم ويل ولا دي بقى حسب الرغبه ولا ويل دون. يعني انت على حسب الرغبه. لو انت عايزاها نص سوا اللي هي بتبقى من جوه لونها بينك كده، فتاخد مثلا دقيقه على وشها ودقيقه على ظهرها. دقيقه ودقيقه. بصي بقى احنا دلوقتي هناخد الثوم بتاعنا نقطع ده كده شرايح، ونبدا بحيث انها تشم وتبقى اللحمه بتاعتنا تاخد نفسها، نفس الثوم. فصين كده والروزماري بتاعنا.
حلو. روزماري اخضر فريش. انا شايفه كده كفايه قوي على الوش ده. ويل دان بياخد وقت قد ايه بقى؟ ويل دان ممكن يوصل لو انت السمك بتاعها وسط 3 دقايق و3 دقايق. تمام كده استوى حلو. انا السمك ده رفيع شويه علشان طبعا قلت حطيت خلينا نقول دماغي دقيقتين وقت ودقيقتين البرنامج. مثلا. دقيقتين ودقيقتين زي دلوقتي. اوكي تمام. انا مش عايزه اقول لكم يا جماعه بجد على الريحه عامله ازاي هنا. الريحه ممكن بجد بقى يا شيف تفتحي جميله كده. يعني. ان شاء الله تعمل. لازم طبعا نقطع التقطيعه دي علشان خاطر ايه تاخد تأكدي استوى. ان هي مستويه. اوكي. حلو كأنك قوي. بتفتحيها كده. اخبار المكرونه معانا. خلاص يعني هي طبعا هي مكرونه سواها على طول معروف 7 دقايق. ما تزيدش عن كده. انا برضو ما بحبش بقى المكرونه تكون مستويه قوي. ايوه تبقى صح؟ فيها يعني تحسي بالنشا اللي فيها وكمان تبقى جامده شويه. صح تبقى عشان اجمل تحسي بكتير بطعمها. قوي. ودي إحنا برضو بقى- حسب الرغبه، في ناس تحبها مستويه يعني. في ناس بتحبها يعني تكون مهريه شويه او لا مستويه صعب جدا. قوي. انا عايزه ادوقها بقى. الخطوه اللي بعد خدي بالك انا من الناس اللي بحب ادوق وانا باكل وانا بطبخ. لا ده في انا ناس في ما المطبخ عايزه اقول لك بتحبش. على ما بحط الاكل انا بكون شبعت اصلا من الحركه دي. كفايه عليها قوي. ماما بقى ما بتحبش الحركه دي. اول ما بدخل عليها وهي بتطبخ تقول لك اطلعي بره. اطلعي بره. اطلعي بره عشان هي عارفه انا داخله ليه. ايوه. انا رايي ريحه بقى تحفه يا عزه بجد. احنا لسه ما عملناش حاجه احنا محتاجين الطبق ده. وريحه قلبة الدنيا هنا. بصي بقى احنا المفروض نشيلها كفايه عليها قوي كده. حاولت اسويها لك على قد ما اقدر. انت عاملاها عشاني ولا ايه؟ ونسيبها ترتاح. نسيبها ترتاح كده نغطيها. ايوه. نسيبها ترتاح. نعمل الجزئيه دي كمان. بصي بقى انت ممكن لما تلاقي الطاسه بتاعتك بنحط عملت كده محتاجه نقطه شويه زيت كده زيتون او نقطه زيت عادي. جميل خالص. ماشي كده. طيب ايه الخطوه اللي بعد كده؟ بصي بقى احنا بعد ما نخلص هنحط مكعب زبده. تمام. وبحيث ان برضو اللحمه بتاعتنا تتشرب من الزبده دي. ونركنها ترتاح وبعد كده نحضر الصوص بتاعنا بقى. اللي هو واخد من نفس اللحمه بالروزماري بالثوم. بس ونحطها على المكرونه ويبقى الطبق بتاعنا جاهز وفي منتهى السهوله واحلى طبق يعني. المكرونات كلها معروفه بسهولتها ويمكن من ألذ الحاجات اللي ممكن تاكليها. يعني انا من عشاق المكرونه بكل انواعها بقى. سواء بقى وايت صوص ريد صوص. على فكره بحب الريد صوص جدا. بس بالنسبه للسي فود الوايت صوص بيبقى فيها رهيب. بتبقى تحفه جدا. في بقى اللي هو البينك صوص ده اللي هو ميكس ما بين الوايت صوص ده تحفه. انا بحبه جدا. انا بحبه قوي وبعمله في البشاميل كتير. فعلا في البشاميل؟ لا ما جربتوش انا في البشاميل لا بعمله في البشاميل اوقات. بصي انت بتلاقي اللون. طب احنا خلينا نبدا في الوصفه الثانيه على ما دي تاخد السوا بتاعها. اوكي. ما هو المشكله ان انا هستخدم هتستخدمي الطاسه. بصي انا دي هعملها ميديوم ويل وانا اللي هاكلها. طيب اوكي. قدام الناس كده. احنا قلنا نكسر النهارده. بصي هو انا بحب الحلويات بس بعشق الحوادق اكتر. ما انت نفسك بتجزع فانت بتبقى عايزه حاجه حادقه. انا من الناس اللي نفسي بتجزع بسرعه يعني. فببقى محتاجه بقى اللي هو ايه، لا محتاجين نحدق بقى شويه. حتى انت لما كلمتيني امبارح يا شروق نعمل ايه
اديتيني بصراحه. عايزه اقول لك يا جماعه كانت ناويه تعمل حلو النهارده برده، وكانت هتعمل نوع كيكه جديد. انا قلت لها لا صح نغير بقى. ايوه قلت لي لا خلينا نعمل ان شاء الله نعملها المره الجايه. وفكره ماما عزه صح؟ لا عجبتني جدا. ايوه فكرتك ماما شجعت يعني. كده خلاص. يلا بقى نبدا ايه في الوصفه الثانيه، الخطوه الاخيره بقى. عايزين نعمل ايه دلوقتي؟ المشروم. اوكي. نحط المشروم بتاعنا غسلينه. غسلينه طبعا ومصفين ومنشفين المشروم بتاعنا. نحطه كله في نفس الطاسه علشان كله ياخد من نفس نفس الطعم بقى. بالظبط. حلو. زيت طبعا، توم، المشروم بيحب التوم جدا. فكرتيني لما بنيجي نعمل الكشري، الزيت اللي بحمر فيه البصل او الورد صح، بعمل بقوم بيه الكشري كله. صح. بيدي حلاوه وطعمها، ده حقيقه بيبقى رهيب، بتبقى حلوه قوي. تحط فلفل اسود، وملح طبعا. انت من الناس بتحب الاكل دلع ولا مظبوط؟ لا مظبوط. تحبيه مظبوط؟ لا دلع ولا حاجه زياده. في ناس كتير اعرفها بتحب الاكل يكون حادق. تمام. في اي خطوه تاني هناخدها بقى في الحاله دي ولا كده خلاص دي اخر خطوه؟ بقى هو في صوص اللحمه اللي احنا سايبينها ترتاح. هناخدها الصوص ده كده ونصفيها هنا. حلو. ده بيضيف كتير قوي للحمه، بيقوي التست بتاع الصوص صح جدا. بس وبعد كده نسيبها بقى ايه تتقل. اي حد حابب بقى يزود توابل عاوزها يزود. انا ما بحبش التوابل قوي، على حسب الرغبه. على حسب الرغبه. بس هو يعني الصوص بيبقى جماله في ان هو يبين من غير ما طعم التوابل تضغي عليه. بس كده نسيبه يتقل بالظبط دقيقتين ونرجع له. على ما يتقل بقى خلينا ننتقل للساده المشاهدين. والحقيقه يا جماعه احنا بقى دلوقتي ملاحظه حاجه مخلياني الحقيقه مبسوطه جدا جدا، وهي ان احنا بدانا نشجع المنتجات المحليه المصريه، وبدانا ان احنا ندعم ده قوي قوي، وما شاء الله يعني بقى بشكل ملحوظ. وبدانا بالفعل نشوف تغيير حاصل في السوق المصري وفي المنتجات المحليه، وبدات المنتجات المحليه تشد حيلها شويه، وده اللي احنا محتاجينه. ودورنا الاعلامي ان احنا نشجع ده ونسلط الضوء على المنتجات المحليه، خصوصا لو منتجات محليه قويه وفعاليتها قويه وكويسه جدا جدا. عشان كده انا النهارده حابه اتكلم عن منتج محلي مصري بايادي مصريه 100%، وهو شركه لاستر للمنظفات والتجميل، الكيان الكبير. وما شاء الله هم شركه عالميه ولكن محلي كصناعه، ولكن هم ما شاء الله دلوقتي وصلوا للعالميه انهم بيصدروا لبره. طيب طبعا بالنسبه للمسحوق الغسيل اللي في السوق، طبعا كلكم عارفين ان احنا قطعنا منتجات كتير اجنبيه، وبدانا نشجع المنتجات المصريه، ومن ضمنها مسحوق للغسيل، وكذا مسحوق مش مسحوق واحد بس. عشان كده النهارده انا حابه اتكلم عن المسحوق الخاص بشركه لاستر، وهو المسحوق البلجيكي، واللي الحقيقه بيتوفر فيه حاجات كتير قوي ومميزات كتيره جدا جدا قويه مخلياه ياتي في الصداره وفي المقدمه، خصوصا ان هو منتج محلي، واحنا النهارده كلنا بندور على المنتجات المحليه. طيب المسحوق البلجيكي ده يا جماعه بقى ايه نظامه وعباره عن ايه؟ المسحوق البلجيكي من شركه لاستر للمنظفات هو بيستخدم للغسالات الاوتوماتيك، ومش بس الغسالات الاوتوماتيك، لا احنا نقدر نستخدمه كمان للغسالات العاديه، ولكن هو مش هيعمل رغوه، ولكن ما شاء الله بينظف تنظيف قوي جدا. يا ريت يا جماعه بس نظهر على الشاشه الصور اللي معانا بالنسبه للمسحوق البلجيكي ونتيجته القويه جدا جدا في الغسيل. طيب ايه تاني بقى من ضمن مميزات المسحوق البلجيكي؟ ان هو بيستخدم للابيض وللالوان. ما شاء الله بالنسبه للالوان بيحافظ على اللون الخاص باللبس، ما بيغيرش لون اللبس خالص. طبعا احنا عارفين ان احنا الهدوم بتاعتنا مع الاستخدام ومع الوقت بيبدا ان هي ايه تبهت شويه، لا ما شاء الله لو احنا بنستخدم منتج كويس جدا جدا بيحافظ على الالوان، الحاجه هتفضل معاك تعيش طول العمر
وهيفضل الوانها زي ما هي وزاهيه وكانك لسه ايه مشتريها. بلس ان الابيض برضو بتدي لون ناصع كده للبياض بتاع اللبس لما بتستخدم في المسحوق البلجيكي. طيب ميزه كمان بقى من الحاجات اللي بتميز المسحوق البلجيكي وهو انه ملوش روائح خالص. طبعا في ناس كتير بتحب ده وبتحب ان هي الغسيل بتاعها ما يبقاش ليه روائح خالص وبيدوروا على منتجات تكون بدون روائح، ولكن في السوق الحقيقه مش متوفر ده. لا، احنا معانا النهارده المسحوق البلجيكي من شركه لاستر متوفر فيه ده. ولو انت بقى من ستات البيوت اللي بتحبي ان يكون الغسيل بتاعك ليه ريحه كده معينه، عندهم برضو في شركه لاستر المعطرات الخاصه بالغسيل. يعني الموضوع يرجع لك، لو انت بتحبي التعطير ممكن تشتري معاه المعطر الخاص بالغسيل وتضيفيه، لو انت ما بتحبيش فالمسحوق البلجيكي النهارده موجود عشانك. عايزه اقول لكم انه مش بس يا جماعه مسحوق الغسيل في شركه لاستر، شركه لاستر ما شاء الله منتجاتها كتيره ومتنوعه ومتعدده بالنسبه للكوزماتكس للتجميل وبالنسبه للمنظفات. عندهم للمنظفات اي حاجه يحتاجها بيتك تخطر على بالك موجوده عندهم، منتجات مصريه 100%، صناعه مصريه. بالنسبه للكوزماتكس بيشتغلوا على حاجات خاليه من اي مواد كيميائيه تماما، حاجات طبيعيه 100% باعشاب طبيعيه مصريه، وده اللي احنا بندور عليه وده اللي احنا عايزينه النهارده. عايز اقول لكم للتواصل مع منتجات شركه لاستر للمنظفات ومع شركه لاستر للمنظفات ارقام التواصل على الشاشه قدام حضراتكم، برضو الجروب الرئيسي بتاعه ادخلوا يا جماعه، موجود عندهم برضو مزيل البقع، واحنا عملنا فقرات كتيره قوي عن فعاليه منتجات لاستر قدام حضراتكم هنا وفي نفس المكان في المطبخ. كان معانا موزعه من شركه لاستر وشفنا مع بعض الفاعليه القويه جدا منتجات لاستر. اطلبوا المنتج، منتج محلي يستحق ان احنا نشجعه زي ما احنا بنعمل دلوقتي، وبجد بجد هتدعوا لنا يعني. طيب انا عايزه ارجع للشيف عزه، الاخبار تمام؟ خلاص وصلنا لفين بقى الصوص دلوقتي؟ تقل خلاص. وانا بقى بنقص منه شويه عشان احط المكرونه. تمام. ليه بنقص منه شويه؟ عشان احطهم على الصوص على اللحمه، على الستيك بتاعنا. تمام. انت بقى ليكي حريه يعني الاختيار، ممكن تخلي الصوص لوحده والمكرونه لوحدها وتحطي انت الصوص، او انا بحط المكرونه عشان تبقى المكرونه بقى بتاعتنا تندمج مع الصوص. حلو قوي. تمام. طب عايزه اضيف حاجه سريعا بالنسبه للمسحوق البلجيكي اللي لسه كنا بنتكلم عنه دلوقتي. الحقيقه طبعا المنتجات اللي موجوده في السوق الاجنبيه غاليه جدا جدا. عايزه اقول لكم ان سعر المسحوق البلجيكي سعره كويس جدا، بلس ان كمان بنستخدم 2 جرام للكيلو الواحد من الغسيل. 2 جرام يا جماعه للكيلو الواحد من الغسيل، شوفوا كم التوفير اللي بنوفره. عايزه اوضح للساده المشاهدين ان ال 2 جرام دولت بمثابه نص معلقه شاي صغيره، ولو يعني الغسيل شديد شويه في الاتساخ ممكن تستخدمي معلقه واحده. شوفي هتوفري قد ايه. يعني احنا بنتكلم عن منتج بيوفر ما شاء الله جدا معاكي في الوقت. كيس واحد هتستخدميه لمده طويله جدا، تخيلي ان الغسله كلها بتاخدي لها معلقه شاي. طبعا مقارنه باقي المنتجات اللي بنستخدم فيها كميات كبيره جدا ومكيال بيكون ما شاء الله كميه محترمه يعني. فبلاس ان انتوا كمان هتوفروا في الفلوس وهتوفروا في الكميه وهتستخدموا حاجات محليه وجودتها عاليه. طيب شيف، عملنا ايه دلوقتي؟ خلاص انا نقلتها في صينيه محكمه او حله محكمه عشان اعرف اقلب براحتي. بجد ما شاء الله عليكي والله، بس الشكل ما شاء الله الطبق تحفه يعني. هو كده خلاص الطبق بتاعنا جاهز. كده الطبق جاهز. طب ممكن نغرف بقى علشان ممكن طبعا، بس في اضافه الوقت. ان احنا هنحط جبنه دي بقى جبنه اختياري، موتزاريلا، شيدر، على حسب انت بتحبي تستي اي جبنه. تمام. انا بحطها كده، مجرد ما تسيح خلاص كده خلصت. كده الطبق بتاعنا، هنجهز الطبق بتاعنا. اوكي. وبعد كده خلاص. طيب هو اصلا حلاوه الصوص ان هو يبقى دايب كده. خلاص كده الطبق بتاعنا بتاع المكرونه. شيف عزه بقى ورينا كده الشكل النهائي. حاضر. كده الستيك بتاعنا تمام. نحط عليه الصوص اللي انا شلته. اوكي. شيف عزه انا بشكرك جدا على وجودك معايا النهارده،
وبجد بشكرك على الوصفه الهايله والمختلفه بالنسبه لمطبخ شروق اليوم اللي معانا النهارده. وبجد الريحه كانت مش طبيعيه، وطبعا احنا كالعاده ايه هندوق ونرجع نقول للناس بقى تجربتنا بقى من الوصفه بتاعت النهارده. حبيبتي بشكرك جدا على وجودك معايا، ودايما منوراني في شروق اليوم. حبيبتي ده نورك انت والله. يا رب ربنا بنبسط يخليك. معاكي جدا والله يا شروق، واحس ان البرنامج بيعدي بسرعه. حبيبتي عشان انت بس جميله وروحك خفيفه كده في المطبخ. حبيبتي شكرا ليكي جدا يا عزه. مشاهدينا كده وصلنا مع بعض لنهايه فقرتنا. استنونا ان شاء الله كل يوم خميس على شاشه قناه الشمس برنامج شروق اليوم 11 صباحا. نشوفكم على خير والى اللقاء.